الله، انا حبيت برك نسال سؤال. شفت في القنوات الخاصه انه الهلال الاحمر ارسل اطنان من المساعدات للصحراويين. وين كان الهلال الاحمر في زلزال ميلا؟ كاش واحد شاف الهلال الاحمر في زلزال ميلا وعائلات المشرده؟ كاش واحد شاف الهلال الاحمر في العائلات اللي تشردت بعد حرائق الغابات، اللي هجروا ديورهم وتحرقت ديورهم؟ كاش واحد شاف الهلال الاحمر؟ اطنان من المساعدات. الشعب الصحراوي هذا راه عايش من الخزينه العموميه احسن من الشعب الجزائري قسما بالله. يداووا في المستشفيات العسكريه الجزائريه، الفنادق الجزائريه للصحراويين باطل، الدراسه في الجامعات عندهم منحه خاصه. ما فهمتش انايا، ما فهمتش من الاولى بالخزينه العموميه؟ هذا الشعب الصحراوي ولا الشعب الجزائري؟ ما فهمتش شكون الاولى بالخزينه العموميه. وين كان الهلال الاحمر في الازمات اللي صرات، في الفيضانات، في الزلازل، في الحرائق الغابات؟ وين كان الهلال الاحمر هذا؟ علاش هذا الهلال الاحمر يظهر فقط مع الصحراء الغربيه، يبان مع الصحراء الغربيه ويعاود يختفي مع الصحراء الغربيه؟ وين راه رئيس الجمهوريه بعد تصريح رئيس المخابرات السابق بانه بن حبيلس هذه كانت تتعامل مع المخابرات الجزائريه، مع المخابرات الفرنسيه؟ مازالها بن حبيلس حاكمه الهلال الاحمر وترسل في المساعدات وكذا، وهي تهدد الامن القومي وتحكي لفرنسا الباوته واش راه صاري في الجزائر. بلاد سايبه ورئيس مختفي ولقد تحسن، شغل لحقنا الوقت بوتفليقه، صحته تتحسن.